السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده معانا وصفة جميلة ولذيذة من أروع الوصفات للكبد والقوانص، وهي الكبد والقوانص بالطشة. يلا بينا كده بقى نخش على وصفتنا، نعمل لايك واشتراك ونخش على الوصفة بتاعتي. الوصفة النهاردة بتاعتنا معانا حوالي كيلو كبد وقوانص، نغسلهم كويس بالمحلول بتاعهم وننقعهم. أنا معايا كميتي مغسولة كويس. اقدح كده، اجيب طاسه كده اقدح فيها الزيت بتاعي، اقطع الكبد على 3، الواحده على 3، وافصلها كده لوحدها عن القوانص. والقوانص برضو كمثل برضو اقطعها واركنها لوحدها برضو. اشوح كده الكبده بتاعتي كده بالشكل ده لوحدها. انا عايزاها تتشوح بس، مش اكتر من تشويح، لكن مش هوصلها للسوا. معايا كده 3 قرون شطه، اضيفهم لها كده. انا بحب الشطه او الفلفل مثلا جنب الكبد والقوانص، فانا بضيف كده كام قرن كده بدل ما اقليهم لوحدهم. ضفتهم كده، ومنهم برضو بينكهولي الكبده. اشوح فيهم كده لحد ما احس ان خلاص الكبده بقت نص سوا. لو لقيت فيها ميه زياده ممكن افصل الميه وابقى اضيفها على القوانص، علشان ما اخليهاش تستوي اكتر من كده. هعزل كده الكبده كده بعد ما شوحت بالشكل ده، هفصلها لوحدها واحطها في طبق كده لوحدها، وانزل بقى بالطاسه تاني او بالوok تاني على النار تاني، واحط لها حوالي 3 معالق زيت، واشوح فيهم الكبد والقوانص. واكون مقطعه معايا كده 3 بصلات وحطها وفصلهم لوحدهم، ومعايا برضو 3 قرون فلفل ومعاهم قرن سبايسي. إيه عشان برضو ايه اضيفهم برضو بالتدريج كده معايا بخطواتي. معايا القوانص كده هي بدأت تتشوح. اول ما لونها الني يتغير اضيف لها البصل واشوحه فيها. إيه الوصفة دي من اروع الوصفات والله يا جماعة، يعني اللي هيجربها مش هيندم ابدا عليها. وهي احسن افضل في الطريقة للكبد والقوانص. في كتير مننا ما بيحبش الكبد والقوانص وبيستقلها، لكن حتى لو اتاكلت نصها وبقى نصها مش هتقلل من طعمها خالص بالوصفة دي. بعد كده اشوح كده البصل لحد ما يبدأ معايا خالص. طبعا انا بسرع، لكن هو بياخد وقت اكتر من كده. ولو لقيته بقى يعني محتاج مثلا ميه بزوده ميه، او كميه الصوص اللي نزلت من الكبده بزوده بقى عادي مفيش مشكله. كده دخل معايا في السوا. انا طبعا بسرع، لكن هو بياخد وقت اكتر من كده طبعا. اول ما يبدا بقى ياخد اللون ده اضيف له كده نص معلقه توم مفروم. ومن هنا بقى تبدا تطلع الروايح الجميله الجميله. يا ريت التليفون يطلع ريحه والله عشان تشوفوا اللي انا بقوله او تصدقوا اللي انا بقوله. اشوح كده، اضيف بقى هنا كده معايا ال3 قرون فلفل بتوعي ومعاهم القرن شطه السبايسي احمر على اخضر كده. انا عاملاهم. طبعا الفلفل الاحمر ده بيعزز لي اللون، بيخلي اللون الكبد جميله، او في اي اكل والله هو بيظبط الالوان. اشوحه كده لحد ما يبدا كده يخش برضو على الصور الفلفل نفسه. يعني الكلام ده بياخد مثلا دقيقه دقيقه ونص او كده. اضيف بقى كده معلقه ملح، معلقه فلفل اسود نص. والله انا حطيت نص مش اكتر من كده، بكترش انا فلفل اسود. حطيت معلقه كزبره ومعلقه كمون، معلقه كامله. معايا كده هنا الكبده بتاعتي اللي انا مشوحاها. ادمجها بقى مع القوانص واقلبهم كده مع بعضهم كده، وابدا يمتزجوا من الالوان بتاعت الفلفل. اهو شايفين الجمال، والله العظيم اروع واروع وصفه للكبد والقوانص. خطيره خطيره. هنا انا كده كنت بجرب السوا، بشوف درجه لقيتها خلاص داخله على سوا خلاص. انقلها بقى كده على عين تانية واوطي عليها النار. ما اطفيش النار عليها خالص، انا عايزه النار قايده عليها تنها كده ايه، بس اوطيها خالص بحس انها ايه، يعني واخده معايا وضع الغليان. حطيتها قدامي كده بالشكل ده، انا خليتها قدامي عشان تبقى قدام الكاميرا. وجبت كده معلقه ليا ضاني إيه سايحه، وضفت لها معلقه توم. اللي ما عندوش ليا ضاني طبعا ممكن يحط معلقه سمنه بلدي او زيت على حسب الرغبه. معايا بقى الهريسه بتاعتي ضفتها كده على الثوم بعد ما خد اللون الذهبي، واسيبها كده تتشوح لحد ما احس انها استوت واخدت اللون الجميل الاحمر. والله العظيم اروع طشه
للكبدة، اللي ممكن تتعمل برضو للكبد الكبدة اللي هي الدبايح. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله على الوصفة دي، خطيرة خطيرة. هنا كده هضيفهم على بعضهم كده بالشكل ده لحد ما اخدوا اللون مع بعضهم، اقلبهم في بعض كده دقيقة دقيقتين كده على النار، واجي كده افضيها في طبق التقديم بتاعي. شايفين بقى الجمال والالوان الجميلة، ولا الريحة بقى ولا الطعم، خطيرة. واللي هي الضاني دي بتنقلها في حتة تانية خالص، والله العظيم تحفة. طبعا اللي حابب ياكلها بعيش ياكلها، اللي حابب ياكلها مع مكرونة او رز ياكلها. انا عن نفسي اكلناها مع عيش وبطاطس، وحمرنا كده جنبها بطاطس، وقطعنا جنبها خضار عادي خالص. والله كانت اجمل اكلة، وخفيفة وبسيطة وسهلة، ما بتاخدش وقت، ومشهية والله العظيم. يلا بقى اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، ويا رب يقدرني على وصفات احسن واحسن.